السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات المحلية والعالمية اللي أنت بتحتاج لها في حياتك، سواء كانت تطبيقات عقارية أو تطبيقات سيارات أو التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنزف حساباتك أو حتى تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق شيفرد شيلد. التطبيق ده حجمه حوالي 8.9 ميجا بايت، وعمليات التنزيل للتطبيق ده إلى الآن أكتر من 50,000 عملية تنزيل. التطبيق ده بيسموه هو الدرع الواقي للتليفون المحمول، اللي بيحمي تليفونك المحمول من أي تهديدات. التطبيق ده الراعي اسمه الراعي، درع تطبيق المحمول، وبيستخدم على دائرة الرقابة الداخلية والروبوت والهواتف والأجهزة اللوحية كمان واللابتوب وغيرها من الأجهزة. لما تكون مشترك في منطقة ما، بيوفر لك التطبيق ده انذار لأي خطر بيهدد الجهاز بتاعك، عن طريق ان هو بيعمل لك رموز زي مؤشر كده اللي بينبهك يا اخضر يا اصفر يا برتقاني يا احمر على حسب الخطر اللي بيهددك. التطبيق ده بيعمل تنبيهات لما بيكون مشترك على مقربة من منطقة خطر او تهديد او اختراق، وتم الحصول عليها من إنقاذ القانون وخدمات الطوارئ والتقارير الإخبارية مناطق التهديد اللي هي معروفة. التطبيق ده لأول مرة في سنة 2017 في ولاية واشنطن، وموجود فيها، والمفروض ان هو بيتوسع ل 49 دولة أخرى، وده دليل على نجاح التطبيق. التطبيق ده بيعمل لك انذار خطر من الجريمة، تنبيهات اطلاق النار، تنبيهات ارهابية، كمان حالات الطوارئ والطقس. كل ده بيكون على هيئة قوائم، وفي حالة الطوارئ اللي هي أسوأ الحالات زي تنبيه اللي بيطلق النار، التطبيق بيعمل لك تحذير حوالين الحاجات اللي ممكن تخترق تليفونك، واللي كمان حواليك موجودة في الأماكن دي. بيقولك المنطقة دي فيها خطر كذا، المنطقة دي فيها جريمة كذا. فالتطبيق ده مهم جدا، وموجود استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق ده بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته في التعليقات، سواء كانت التعليقات دي تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية. دلوقتي بنطلب منك ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم كل جديد في عالم التطبيقات.